السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه بتحتاري تعملي أكل إيه كل يوم، فالنهاردة إن شاء الله جاية لكم بمنيو أكلات الأسبوع. كل الوصفات اللي هقدمها في المنيو عملتها معاكم قبل كده، بس هشرحها معاكم شرح سريع، وهسيب لكم كل اللينكات في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، وتعالي نسمي الله ونشوف المنيو بتاعنا عبارة عن إيه. الوصفة الأولى معايا محشي الكرنب بالطريقة الفلاحي بطريقة أمهاتنا، وهقولك على سر التسوية الصح وسر خلطة المحشي اللي هتخلي ريحته تجيب لآخر الشارع. بعمل خلطة محشي حلوة قوي. في حلة على النار بضيف فيها معلقة كبيرة سمنة بلدي، والمحشي ما يحلاش إلا بالسمنة البلدي، وشوية زيت، وبشوح بصلتين كبار مفرومين خشن. وكل ما نكتر البصل بيخلي خلطة المحشي تحفة. بشوح البصل لحد لما لونه يبقى ذهبي علشان بيخلي طعم التسبيكة حلو جدا. بضيف بعد كده معلقتين كبار من صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة من هريسة الفلفل الحلو. بديهم تشويحة الأول مع البصل، وبعدين بضيف كيلو من الطماطم المعصورة والبهارات، معلقة صغيرة مليانة فلفل أسمر، 7 بهارات، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، سنة شطة صغيرة، ونص معلقة صغيرة سكر علشان تعادل حموضة الطماطم، وملح، وبسيبها لحد لما تتسبك. وبعدين باخد كبشتين من التسبيكة الحلوة دي علشان بضيفهم على الشوربة اللي هسقي بيها المحشي بعد كده. وفي طبق بدعك بصلة بشوية ملح وفلفل أسمر، بتفرق قوي في طعم المحشي. وبضيف عليها الرز المغسول ومتصفي، ورز المحشي مش بننقعه، وخضرة شبت وكزبرة خضرة وبقدونس مفرومين ناعم. وبضيف التسبيكة الحلوة دي مع شوية زيت ورشة نعناع، وبقلب كله في قلب بعضه. وبحشي ورق الكرنب وبسقيه بالشوربة بعد ما ضفت عليها كبشتين الصلصة اللي كنت خدتهم من تسبيكة المحشي، ومعلقة صغيرة سمنة بلدي. عيار الشوربة يدوبك 3/4 الحلة بس، ما تزوديش الشوربة علشان المحشي ما يعجنش. وحطي طبق على الوش علشان لما الشوربة تغلي تتأكدي ان المحشي مش هيفك منك. محشي تحفة وريحته وطعمه في منتهى الجمال، ومظبوط جدا مش معجن ما شاء الله. لازم تجربوه وتحكموا بنفسكم. الوصفة التانية معايا هتعملي فاهيتة الدجاج في البيت بأسهل وأبسط طريقة، وأحلى وأوفر من بره. بجيب كيلو من صدور الفراخ متقطعة شرايح بالشكل ده، وبتبلها بمعلقة كبيرة زيت، معلقتين كبار صويا صوص، معلقة صغيرة توم مفروم، والبهارات ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسمر، توم باودر، حبهان باودر جنزبيل، زعتر، بابريكا، 7 بهارات. وبقلبهم مع بعض كويس جدا، وبسيبها لمدة ساعة علشان تشرب من التتبيلة. وفي طاسة على النار فيها شوية زيت ومكعب زبدة، بشوح صدور الفراخ المتبلة لحد لما لونها يتغير. وبعدين بضيف بصل وفلفل ألوان متقطعين شرايح رفيعة، بسيبهم ياخدوا من طعم الفراخ والبهارات مع مكعب مرق الدجاج، وبرفعه من على النار. ممكن تقدموه سندوتشات أو مع مكرونة أو رز أصفر زي ما انتوا عايزين. أكلة سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص. الوصفة اللي معايا بعد كده حاجة حلوة سهلة وبسيطة وطعمها حلو جدا. بجيب كروازون وبقطعه قطع صغيرة، وبحطه في صينية وبدخله الفرن يتحمص تحت الشواية. وبعد كده بفتته في أطباق، ممكن تعمليه في صينية، وبضيف عليه شوية مكسرات، أي مكسرات متوفرة عندك. وفي حلة على النار فيها كيلو من الحليب و4 معالق كبار سكر، والسكر على حسب الرغبة. أول ما يغلي بضيف كيس فانيليا وبرفعه من على النار، وبصب الحليب على الكروازون. أهم حاجة الحليب يكون سخن جدا، وكل ما تلاقي الكروازون بيشرب الحليب زودي لحد لما يغطي وش الكروازون. بوزع على الوش قشطة
وبيدخل الفرن تحت الشواية ياخد لون بس. شايفين شكلها ما شاء الله؟ بزينها من على الوش بشوية مكسرات. احلى ام علي ممكن تعمليها بقوام وطعم مظبوطين جدا. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لايك للفيديو ويشترك في القناة فضلا وليس امرا، علشان القناة تكبر بيكم باذن الله. الوصفة اللي بعد كده الفطير المشلتت باللحمة المفرومة بطريقة عبقرية بدون لا فرد ولا فرن. هتعمليه بأسهل طريقة. هتجيبي 3 كوبايات ونص دقيق، ونص معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة زيت، وهتقلبيهم مع بعض، وهتعجني بالمية شوية بشوية لحد لما تديك عجينة قوامها طري ومش بتلزق في الإيد. وبغطيها وبسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. هي مفيهاش خميرة، احنا عايزينها بس تستريح علشان نعرف نفردها. وبعد كده بقسمها نصين. السطح اللي هشتغل عليه يكون مدهون بالزيت كويس. باخد اول واحدة وبفردها بسمك رفيع على شكل مستطيل كبير، وهفرد على العجينة زبدة طرية، وهاخد اطراف العجينة اطبقها بالشكل ده، وكل ما اتني طرف ادهنه بالزبدة لحد لما اقفل العجينة على شكل مربع. الطريقة دي بتخلي الفطير مورق وحلو قوي. وبدخله التلاجة لمدة نص ساعة علشان الزبدة تمسك شوية. بجيب العجينة وافردها تاني على شكل مستطيل كبير بسمك رفيع، وبقسمها 4 أجزاء. وبكون محضرة لحمة معصجة بحشي بيها الفطاير مع شوية جبنة موتزاريلا، وبقفل أطراف العجينة على الحشوة بالشكل ده. مننساش يا حبايبي نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي طاسة على النار فيها شوية زيت. الطاسة تكون سخنة والزيت يكون سخن على نار متوسطة. بحمر الفطاير من جميع الجهات لحد لما تاخد اللون الذهبي. بتكون مورقة ومقرمشة من بره في منتهى الجمال. الوصفة اللي بعد كده بمكونين 2 متوفرين عندك في البيت. هتعملي سناكس حلوة قوي وهيعجب الأولاد جدا. معايا 4 بطاطسيات مسلوقين، هرستهم كويس جدا مع معلقة صغيرة ملح، و4 معالق كبار نشا. وببل ايدي بشوية زيت وبشكلها كور حجمها حجم الليمونة الصغيرة. وبحط كور البطاطس في أعواد الشيش طاووق كمنظر حلو، بس ممكن تقليهم على طول من غير ما تحطيهم في أعواد الشيش طاووق. وبقليهم في زيت ساخن على نار متوسطة لحد لما ياخدوا لون دهبي حلو. سناكس خفيف ولذيذ وشكله حلو جدا، هيعجبك ان شاء الله. الوصفة الأخيرة معايا أحلى أكلة في حلة واحدة. في حلة على النار فيها معلقة كبيرة سمنة ومعلقتين كبار زيت. بشوح جمبري لحد لما يغير لونه، وبضيف بهارات مقلباهم مع بعض، عبارة عن معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسمر، كركم، بابريكا، حبهان مطحون، كمون، وكزبرة ناشفة. بضيف نص الكمية، تقلبتين، وهخرج الجمبري في طبق على جنب، وكمان الصوص اللي نزل من الجمبري. وفي نفس الحلة بضيف معلقة كبيرة زيت، وبشوح بصلة مفرومة ناعم مع معلقة صغيرة من الثوم والجنزبيل المفرومين.
ياخدوا تشويحة الأول مع البصل، وبعدين بضيف طماطم وكزبرة خضراء وباقي كمية البهارات، وهنزل بمقدار المية المغلية والصوص اللي نزل من الجمبري، وبسيبه ياخد غلوة واحدة. وبعد كده بضيف رز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة، وأول ما الرز يشرب المية بهدي النار وبضيف نص كمية الجمبري بخلطه الأول مع الرز، وباقي الجمبري بضيفه على الوش وبسيبه على نار هادية لحد لما الرز يستوي، وبقدمه في طبق التقديم. بيكون جميل جدا، وصفة سهلة وسريعة، والرز مفلفل وطعمه في منتهى الجمال. يا رب المنيو يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوش بالله عليكم اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.